أهلا وسهلا بكم مع أبونا شمعون. سوف نكمل قراءة قواعد اللغة الأشورية، وكلمنا اليوم عن الأفعال. اسمعوا كويس كيف إنه الأفعال العربية والأشورية قريبة لبعضها، يعني حلو جدا واحد يلقي السمع. أنا أطرب لسماع الأفعال الأشورية ومقارنتها بالأفعال العربية. أبونا فرجينا شو بجعبتك. نعم ظهر ولا عندك؟ كويس، ظهر كويس. ظهر أيوة. كنا هذه في المجموعة الأولى، جدول رقم 1 عن الأفعال الثلاثية السالمة، الثلاثي السالم، ووصلنا في المجموعة المبدوءة بالحرف جيم أو جمل. عدنا كنا هون يمكن يا هيك كنا جاوج، هون كنا جاوج يتحرك، مجوج يحرك. هنا حط برويو، حط لي برويو بجوز أفضل. ايه يجوز. يا يست يقولون السويديين، يست يعني جوستو. أيوه جوستو كوزي اوكي. اوكي بيو، خليه يشيل هذه هيك. هوب. أصغرها شوية لازم، وإلا راح تصير فيضان. يصير فيضان تطلع من الشاشة. أوكي هيك كويس، هيك منيح. هلا منيح. أوكي نروح لهذه قال، قلنا قاور ما قادب، قادش قاهن جاوج. أوكي جاوج هي أيضا جيم، هي جمل هي، ولكن تحتها هذه الشرطة المتموجة فالسجيت والفصل. جاوج يتحرك، مجوج يحرك. جاور، شوف جاور بالباء الملينة كان قلنا يتزوج، وجاور بالواو يعني يكبر، ومنها يجي جورا يعني كبير. جورا جاور. اوكي. حتى بالارامي هي جوار. ايوه. مجور يعني يكبر. مثلا مجورانا اي هذا المكبر اللي تكبرها، الزجاجة تكبر، مجورانا المكبر. جازم يهدد. جازم، شوف جزم بالعربي غير معنى جزم. يجزم يعني يجزم على شيء. نعم. نعم. فجازم يهدد، جزمة تهديد. اوكي. جازر يقرر. ويقطع أيضا، لذلك الختان يسمى بالهرمية جزرتا. يعني الختان. جازر يقرر أو يقطع. من هون الجزار بالعربي. أيوة بالضبط، من هون جزار. يعني عملية الختان هي عملية جزارة. جزار بالضبط. عند وجزردينا الجزار. بالآرامي جزردينا يعني قرار الحكم، المحكمة. جزردينا. دينا هو الحكم، دينا حكا بالآرامي. دينا مو هو دين، الدين هو توديتا بالآرامي. غريب ها. يعني الدينا بالآرامي، وحتى بالأشوري طبعا الحديث مأخوذ من آرامي، يعني حكم. أيوة دينا. بيت دينا هو بيت الدين، بيت الحكم. شوف بيت الدين يسموه المحكم. هو بيت الدين مو معنى بيت الديانة، إنما بيت القرار، بيت الحكم. دينا. أوكي. جازر يقرر، يقطع. لحد اليوم أبونا بإسرائيل
على المحكمة مكتوب بيت الدين شفت؟ ايوه، نحن لحد ايضا اليوم. بيت دينا دخيله، عندنا كثير بالصلوات في بيت الدين المخيف، يعني يوم شو اسمه قيامه، ماكو يوم الحكم، محكمه الاخيره يعني اللي نسميها بيت دينا دخيله، يعني المحكمه المخيفه يوم الاخير، يوم القيامه، على اساس يوم الدينونه يعني. اوكي، جاخك يضحكوا، جاخك يضحكوا. اوكي، جالو جي هاي صار جالو يخطفوا. مجلو يخطفوا او يخطفوا. ممكن يقول يخطف نفسه، فمثلا بنت عندما تنخطف يعني هي اللي تروح ورا ولد، ها، فيهزمها يهربها، يكون مجلولة، يعني خطفت نفسها، يعني جعلت نفسها تنخطف. مجلول. اوكي. غالب عربي، يغلب، غالب غلابة، يغلب. مغلب هنا شوف، غالب يغلب، مغلب يعني يخسر، عكس انتصر، ينهزم. مغلب له مثلا يهلا أطرايا مغلب له قم يهلا مثلا سويداء، يعني انهزم الفريق الآشوري أمام الفريق مثلا السويدي. هنا لما نحكي يعني هنا عندنا فريق آشوري لكرة القدم، السيرسكا يسموه السيرسكا. والظريف أنه هذه السيرسكا اللي أسسوا كانوا قبل ما نحن نبدأ نجي الآشوري العراق وسوريا، المنو السريان من الطور عبدين من ديار بكر الذين أتوا، وهم الأول الآشوريين القادمين هنا، يعني أول السريان خلينا نسميهم القادمين من سنة بالستينات أتوا إلى هنا سويد، وهم أسسوا وكانوا غالبيتهم من تركيا. أكثرية سريان تركيا يعتبرون أنفسهم آشوريين قومية، آشوريين هم، وطبعا كنيسة أو طائفة سريانية، ولكن قومية آشوريين مثلنا هم. فهم اللي أسسوا هاي الفريق السيرسكا. هلا في أيضا من عندنا أيضا يلعبون في هذا الفريق، وهو مشهور هون في السويد. أوكي، غالب. جالز يجرد أو يحرم، أيضا تجي بمعنى يجرد يحرم. جالس. جليزة محروم، جليزة اسم المفعول يكون جليزة، محروم مجرد. اوكي. جالخ هون إلى هون كان وصلت أنا بالهاي، أم زين هسه أقدر أيضا أكتب في نفس الوقت وأترجم. أستاذ سامي، هنا ملاحظة، نحن بعملنا هذا راح نوفر علينا الفصل القادم، يعني الفصل القادم هو هذا، هو معنى الكلمة بالعربي والإنجليزي. طبعا نحن الإنجليزي ما محتاجين، لا ما عايزيها. عطاري. فهنا نحن في هالعملية هذه راح نعمل أيضا فصل آخر ما لازم بعد، يعني نوفر علينا، فننتهي بانتهاء هالفصل هذا. حلو جدا. أوكي. حلو جدا. سنختم يعني. جالخ يعني يعني أبونا يجلخ. يعني شو بنخلص كل كتاب؟ لا، أيوة، نكون مخلصين كل كتاب. أيوة، حلو جدا. أيوة، راح نخلص كل كتاب. ايه يعني ونفكر أيضا فيما قلت أنت أنه نعمل لنا كتاب آخر حول تعلم العادة. اللغة، مو القواعد اللغة إنما اللغة محادثة. ايوه حلو إن جدا. شاء الله. ان شاء الله. إيه. فهنا جالخ، شوف نحن بالعراقي معنا استعملها يجلخ، بالعربي يجلخ موجودة ايوه شو يعني سن السكين؟ أيوة، يسن ويشيل بعض الأمور من هاي، يجلد ويجي أيوة، جالخ، جلاخة. أيوة، مثلا
المعرض نحن نسميه بيت قلاخة. بيت قلاخة يعني أيوة. بيت اللي فيه يعرض ينجلخ كل شيء يظهر أو ينعرض هيك قالخ. فشو نعمل بالعربي؟ يجلي بالضبط. أيوه يجلي أو يسن أبونا. لا يسن ما تجي بمعنى يسن. ما هو سن السكين بنقول. لا سن يسنها شنانة شنن هيك. ايوه فهمت. شنانة ايضا شنانة هو السهم ايضا رأس السهم. ايوه سن السهم المحدد يعني اللي مش أيوة. مسن. ايوه. فاذا قالخ يجلي. غالط يغلط عربي يعني. مغلط يغلط. قالب ينحت. قالب ينحت لأنه أيضا قلافة تقريبا تجي يقشر. لأنه النحت شنو هو؟ أنه نحن نقشر من الخشب أو من الحجر. فلذلك المنحوتات نسميها قليبة. فيقول حتى بالآرامي قليبة بتخرة قليبة بالعرامي يعني الأصنام المنحوتة. احنا بنسميها القالب أبونا. القالب يعني الشيء اللي بتحط فيه شيء مشان تساوي شكل. لا هذاك غير شيء يا أستاذ. هنا لما تجيب حجرة يجيب الفنان ويجلغ بها يجلي بها يطلع. أيوة. هذه ينحت نحت. ايوه هذه معناه قالب. ينحت. ايوه مقلب ينحت. قامد يجمد. قامد شو قامد بالمصري ايضا قامد يجمد. قماده جمادا قمدت جمادة الى اخره. قميده يعني جميد مجمود مجمد قميده. اوكي. قامخ يعني شو اقول لك؟ عندما الشيء مثلا مثلا نقول كيس امسك فد كيس ورق او كان مقوى او هاي وبعدين كله اجمعه على بعضه يعني هذا قمخنه. او اذا من سياره يسحقوها سحق هيك بهالمكائن فقمخله قمخيله. شو ايضا ممكن يسحق بس مو يسحق يعني يسحق بمعنى يجعله مثلا مسحوق. لا يعني يسحق بالعربي مسحوق يعني جعله مسحوق يعني بودر. لكن هنا هذيك غير فعل. قامخ هنا يعني يدوس ويضغط عليه الى ان ينكمش. يكمشه يمكن يكمش. ايوه بجوز يكمش. ايوه بجوز يكمشوا. ممكن هي يكمش. نعم يكمش. ايوه يكمش. جامع يجمع من العربي مأخوذة هذه. جامع يجمع. أجمعت اجتماع يعني جميعة يعني مجموع. أوكي. قامر هنا مثلا نقول يكمل كامل يكمل. فالإنسان نقول فلان هو ولد يعني ناضج. نقول يا لقميرة ناضج أيضا كامل يعني كمل يكمل قامر. أوكي. قامش يقبض. ومو يقبض حقيقة يعني مثلا زر من زر الجرس لما ندوسه يعني قمش لي يعني تدوس عليه اضغط عليه. قامش يضغط. يمكن يضغط يقبض. لا مو ما تجي يقبض حقيقة. هي يضغط أكثر. يضغط. أيوة يضغط بالطه. أيوة يضغط. أيوة. قانوا بالباء الملينة يسرق. قانوا يسرق. قناوة سرقا. قانز يكنز.
وهي الآرامية أيضا نفس الشيء، جنس يكنز. فهذه المندائيين يسموا كتابهم جنزا ربا، يعني الخزين الكبير، كتاب الصلاة تاعهم جنزا ربا، الكنز الكبير، جنزا، يكنز يخزن، يكنز. أوكي. جارد يجرد جارد، يعني هنا تجي جارد لما تقشر الشيء مثلا، أو تجلخه وتجليه أيضا. يمكن هاي الكلمة اللي قبل أنت كانت تقولها، لجلخ، يجلخ، يجرد، يعني مثلا لما الواحد يجرد العظم من اللحم. ايوه ايوه ايوه، اي جرد، اي منيح، اي حلو حلو حلو. جارد، اي هذا منيح. جارد يجرد. اوكي. جارخ عربي من يجرح، جارخ. تاريخ. أيوة. جارط، الطاء جارط، ايوه. طاء يجرط، جارط يعني يزحلق، يزحلق أو يزلق، يزلق. أيوه مجرد يزلق. جعله يزلق. جارم يجبك، لهذا هذا المجبك اللي يعملوا النساء للخبز سمي جاروما، جاروما، قريمة مجبوك، يجبك. شو هذا الخبز؟ مش فاهم. الخبز الرقيق، شو انتم ما عندكم ايوه. هذا شو اسمه اللي يعملوا به يعني. ايوه شو يسموه؟ المشبك يسموه بالعربي. لا احنا ما... فهمت. ما إيه. بعرف شو بنسمي بالعربي. جاروما، هو هاي عملية هي جرامة، يعني عملية يمدد الخبز. يمدد هذه. أيوة. يمدد، يشبك. جارس يجرش، جرش شيء، جارس. شوف هنا مثال على أنه السين والشين العربي بنفس الكلمة، ممكن تختلف، الشين تصير سين والسين تصير سين بالعربي. أيوة. العربي والآرامي والعاشوري والسرياني وغيره. جارئ، جارئ. وكثير مرات نحن لما نلفظ ولا نلفظها العين، نقول جارئ، جارئ، بس ايش شوي نضخمها الراء على بعدها عين. هي جارئ يعني يحلق الذقن، يحلق الراس، شعر يحلق. جارئ، جارد يعني مثل واحد جرد. جارد. ايوه مثل هيك. مثل هيك يحلق، وحلق شعره وحلق ذقنه. يحلق. جارب يغرف. شوف هناك تقريبا تشابه. غرف، جارب. جارش يجر، جراش يجر أو يسحب، جارش. ما يقرش طبعا. داوخ أصلها داوخ بالباء ملينة، داوخ يعني يضحي، لذلك أضحية، دوخة، أضحية. أيضا ليك لما كنت أقول له لأستاذنا أنت عايز تدوخني، فيقول لي دوخني يعني تذبحني. دوخني، لا هذيك بالعراقي يعني تدوخ راسي، يعني تدور. أيوة. راسي، تخلي راسي. هو قال لي يعني احنا اذا انت تحكي سرياني دوخني معناته تذبحني. ايوه طبعا، دوخني يعني. ايوه دابخ. ايوه داوخ، يضحي، اضاحي، وهذه يذبح. ايوه. مش يضحي ولا شو؟ انت تشوف. بس يذبح نحن ما نستعمل داوخ ليذبح. نستعمل بارم. ايوه. تستعمل داوخ بالذبح. يعني يضحي، أضاحي، أو يضحي بنفسه. ما نقول أنا ضحيت بنفسي من أجل فلان شي. دوخليجاني. حتى مثلا الفدائيين سمي دويخ نوشة، حتى بالقديم بالآرامي
داوغ جانة دويغ جانا أو دويغ نوشة، يعني الفادي الذي يفدي نفسه ويضحي نفسه من أجل الآخرين. دويغ نوشة. أوكي. داوق يلزم، داوق. فلهذا الفعل اللازم يقول سعرانة دويقة، يعني اللازم فعل لازم يلزمه. داور أبونا دابغ مش مدبك كمان، ملصق مش هيك؟ يلصق أيضا دابق أيوة. وذاك دابق بدون تليين الباء. دابق. داوق يلزم، دابق يلصق. أيوة. داوق. أوكي. وداور الباء الملينة، داور يغلق. إذا كان بالواو راح نجي عليها نحكي عنها بعدين. إذا كنا داور بالباء الملينة يغلق. دابش يلتصق، دابش من الدبس، دبس ليش دبس؟ لأنه لاص يلتصق الدبس. دابش يلتصق. داور، شوف داور هذه يغلق بالباء. بالواو داور يدور، أو مثلا لما كان قبل كان يعملون الحنطة، كان يجمعوها حتى يطلعون الحنطة من السنبل. كان في شيء جرجر يدورون أو يدور الحصان أو الحمار أو إيش مكان، هذه يدور يشدوه يدور عليها حتى أرجله تخلي الحنطة، الحبات الحنطة تطلع من السنبلة. أنا عملت هيك أبونا. أنا اشتغلت على هذا. أيوة، كان عندنا بيدر بنحط عليه القمح هذا ودورية. الأطفال يعني بالدور، الأطفال كانوا الواحد يروح يقعد على اللوح والحيوان يجره مشان احنا شوية كنا يمكن أكثر متطورين. عندنا جماعتنا كانوا بالعراق يعني جرجر يسموه شيء جرجر، كان معمول من مثل سكاكين هيك بالحديد، يخلوه على اسطوانة، على خشبة يعني، على عودة هيك مدورة عليها، وهذه تلف لما يجرها، وفوقاتها طبعا في خشبة أخرى يجلس عليها طفل أو مثل ما تقول الإنسان، وتجروا هذه. فلما يجر الدابة تجر هذه الآلة، هالسكاكين تدور، اثنين تكونون عادة، تدور السكاكين وتخلي هذه السنبل يطلع الحب من السنبل، فسيسموه هذه جرجر. احنا كنا مش هيك أبونا. احنا كان عندنا لوح خشب، وتحت لوح الخشب في حجارة. وحجارة من هدول السود، احجار السود أبونا، اللي تعون البراكين السود مثل هيك. ايوه هيك. ايوه. فاللوح تحته كان في ثقوب يحطوا فيه هذول الاحجار، ويجر هذا فوق القمح، وتربط اللوح بالبقر، والبقر او بالحمار او مثل هيك، ويجر باللوح. هذا الاسلوب. لا عندنا طريقه اخرى كانت هذه الجرجر. ايوه ايوه على كل واحد. هي عمليه يسميه دواره. ايوه لانه يدور. احنا بنسميه يدرس. صح، يدرس القمح، صح. القمح درسها. ايوه هي هاي درسها. اوكي، ايضا خليها. ايوه درسها. بس يدرس يجي بعدين لا يكون درس. ما هو نفس الشيء. خليها هيك يدور. فنحن ايضا يعني كمسبه كاهانه يسوى، يقول واحد تكرم حاشاك دواره، يعني هو هذا الحيوان اللي يدور على عمليه عملها. ايوه والدواره وما صرت دواره، وما صرت مثل هذا الحيوان اللي يدور دواره. يسموه في
في المصري مثل ثور الساقي. ايه يدور اللي مثل يدور ثور، ايوه، بالضبط مشان نفس العمل. دور الساقي. ايوه 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 ايوه. أيوة. الله يرحم ايام زمان. ايام زمان، نعم نعم. الله يرحم لا هي ايام زمان. دراسه وما دراسه وغيرها، وشلون ايوه مكان. استاذ سامي شايف انت، انا دائما اتفرج على هالفيديوهات عن المكائن اللي مسويها، سبحان الله. يعني صدق انا دائما كنت اقول اوروبي الله معطيه عقل، بحيث انه يباوع على جبل يعرف ورا الجبل شو اكو. يعني هيك عقله يكتشف ايوه ايوه شو عملوا هالناس، شلون مكائن لكل شيء عملوا ماكينه، آلة. ايوه. الأشياء الصغيرة والكبيرة، من القضايا الكبيرة الثقيلة المهولة وإلى الأصغر الأمور. احنا عندنا مشان تفتح النفق ابونا في الجبل، إيه. هي آلة واحدة. شفت؟ آلة بتفر ولها اسنان وتاكل الجبل. تاكل الجبل، وأيضا بعدين تسوي هذه ايوه ايوه السمنت. أيضا ايوه ايوه سمنت تسوي، أنا شايف ايوه ايوه بالفيديوهات. ايوه ايوه في نفس الوقت هي تحفر الجبل، وهي تطلع النفايات كلها على شريط يطلع، وهي ايوه بعدين تترش الماء على النفق حواليه، وبعدين تجي وراء يسوون هذه السمنت، الصب يصبوه. ايوه ايوه ايوه. مهول هذيك. يعني انا اقول هاي قريه ماشيه، قريه كامله. يعني قريه كامله، هاي شغل ما يعمل، ما تعمل ولا حد. صح. اوكي، فنرجع. هذه الفعل الاخر داخر او داخر، يذكر داخر. واذكر ابراهيم، تخور. لأنه القرآن أوقات ما بيستعمل ذكر، دخر. هي هاي داخر، هي بالدال. سريانيه اراميه. دكر. دخار. دكر، أيوه مدكر. أيوه استعمل هذه أيوه. أيوه. ومدخر يذكر. دالب بالعربي نحن نستعملها يدلف. لما سقف يدلف شو يسموه؟ ينزل ماء سقف. يدلف. هو بالضبط الدالب. هذه دالب. دالق يحدل. لما مكان ارض هاي الحادله تجي او بالهاي يحدلوه هيك، يعني يجعلوه يكون قوي ومستوي. ما بعرف كيف نسيت. حادل يحدل، حادله. هذه الحادله الآلة هسه فيها آلة طبعا. لا، نسميها دحالة. دحالة، ايوه. يدحل. مش يحدل. يدحل صح. مش يحدل. يدحل. ايوه يدحل. فهي عندها عجله كبيره. نعم. العجله تفر هيك داحله ولا حادله؟ دحله. احنا بنسموه يدحل. دحاله. لا، حادله بالعربي الفصيح. لا يحدلوا. بس احنا نسميها لا استاذ سامي، هاي هذيك لهجه عندكم، بس العربي الفصيح يحدلوا، لذلك سموها حادله. الحادله. ما بعرف ابونا، ما بعرف. لا انا متاكد منها حادله. يحدل. حادله. اما هي هاي، شوف باللهجات وباللغات ايضا يصير هالشيء هذا، انه تقديم تاخير بين الحروف يصير. مثل ما قلت لك، نحن مثلا بالارامي قليده للمفتاح، نحن بالاشوري نقول قديله، فنسبق الدال قبل اللام. قديله. ايوه. دامخ ينام. دامخ ينام. مدمخ ينوم. دانخ يبزغ. طبعا هذه من الارامي ماخوذه. دنخ يعني بزغ او شرق. بزغ. دنخ. لهذا يوم يمكن قايل لك هي مره، يوم عيد عماد المسيح او الغطاس، نسميه عيد الدنخه، البزوغ. اللي يعني في هذاك اليوم بزغ المسيح وظهر المسيح أنه هو المسيح الذي يتحدثون عنه، لأن ذاك الزمن ما كان ظهر للبشرية. هو هذه لما اعتمد من يوحنا وخرج من الماء،
كان صوت من السماء ونزل عليه روح القدس بشكل حمامة وجاء صوت عيسى يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. تمام. فهاي عملية أيضا نسميها دنخد ناخة يبزغ بزوخ يعني. حتى الشمس نقول بزغت الشمس دنخ شمشة دنخت شمشة بالآرامي حتى بالهذه نستعملها. ولو نستعمل كلمة أخرى نحن بالأشهر الحديث زارق بدل دانخ، لكن أيضا دانخ موجود مكتوبة. أوكي. ضائب يلوي. يلوي إيش معنى؟ مو يلوي يبرم، وإنما مثلا قطعة قماش أو ورق أنت تلويه هيك تسوي طبقات طبقات. هذه عملية ما أعرف بالعربي شو يسموها، يلوي أو يو ما أعرف شو يسموها عملية. هاي ضائب مثلا القماش عندما أنت تعمله هيك طبقات هيك تلوي أو ما أعرف كلمة أخرى في مدى أتذكرها بالعربي. أوكي. يلوي. ضائر يرجع. ضائر يرجع. الفرنسي بلييه. ايه بالضبط. هاي هي. بلييه. شوف أنا شوف لك شو بتقول بالبلييه بالفرنسي. اكتبها بلييه وشوف ايوه. او لا هي مش موجوده هيك. طيب بلييه اونراب بلييه بلييه. يعني شو غريب الامر. غريب الامر يا ابونا. طوى. يا بالضبط يطوي. وي صح. طوى. قد فكرت وما جاب بالي يطوي. ايوه يطوي ايوه. مرات يعني انسان يكون على راس لسانه شيء بس ما يجي يذكر. ايوه. ضائر يرجع. مطر يرجع. ضائت يعرق. ضائت يعرق. عرق يطلع واحد يعرق يطلع منه. ضائت ضقت لي عرقت. شوف إذا أنا حلي بالماضي قلت ضقت له فزيادة اللام وهاء تجي عليها فما يكون جذر، هذاك يكون أيوه زيادة عليه. فضائت يعرق. أيوه. داقر يلمس شيء. لمس تقر يعني، أو حتى يطخ. نحن بالعراق نقول طخوا. احنا نقول يذكر ذكر. شفت هي من هون جاية داقر. ذكر. لا تذكر بي. عجيب. هي عاشورية. لا تذكر بي ذكر. ايوه لا شفت في لهجات عجيب. في اللهجات كثير من الكلمات هي غير عربية. داقر تقارى يلمس. بالعراقي احنا نقول يطخ. لطخ بيه. ايوه. دارز بالزين زاء يستقيموا. دارس. مدرس يقوم. دراسة. دارس مش من هون جاي الدرزي الخياط. جائز يعني ذات الطريق المستقيم يمكن. ما هو الدرزي هو الخياط اللي خيط الملابس. الدرزي ترزي. درزي. ما أعرف، لكن ترزي هي تركية كلمة، هي أصلها بالتاء، لكن بالعربي ليش ما أعرف عملوها داء. ترزي تركي. تركيا هي درزي. هي بالتاء بالتركي، وبالعربي سواء درزي. ايوه درزي خياطي. خياط. دارك يدرك بالضبط بالعربي، وهي كلمة آرامية. درك يدرك. ايوه. دارش في الدرك الأسفل بيقول. لا هاي ما تجي بنفس المعنى، إنما يفهم يعني يدرك يفهم يصل إلى الشيء. يدرك مش يدرك. يدرك. أيوة. يدرك يعني يفهم. أيوة. معناه تحطها يفهم أفضل. يدرك لأنه يدرك يعني يصل إلى. أيوة بالضبط. حتى هاي يصل إلى يدرك
هي نفس المعنى. ايوه نفس ايوه ايوه، المعنى. يعني غير عن يفهم. ايوه ايوه. كلمة قديمة هذه طبعا. نحن عندنا كلمة أخرى يعني مقابلة نستعملها، برمة يفهموا. وعندنا أستجيب في حينها. دارش يناقش. دارش. على هيك أستاذنا كان يقول الدرس، كلمة الدرس درس في القرآن معناته ناقش. أيوة بالضبط، دارش. هو يقول هيك درس معناته دارش. درس ناقش. هيك هو عند اليهود مدرشيم. مدرشيم يعني حلقات النقاش. حتى مدرسة نحن بدراشة يعني بيت المناقشة ايوه درس وناقش. ايوه بالضبط. ناقش مش فقط درس. مو يحفظ عن غيب، لا يناقش. ايوه يناقش. احنا جامعاتنا كثير مرات في بعض المواد ممنوع تناقش. اكيد. انا اذكر واحد من طلابي اخذ نفس المادة معي في جامعة عربية، اصول الشريعة، قال لي ما حد يسأل سؤال. ما حد، وكلهم حاطين راسهم بالورق وبيكتبوا. واذا يبتسم يفكروا انت يعني ما يقدر يبتسم. لازم حتى الابتسامة ماله يكتبوها كان. ممنوع الابتسام. ممنوع الابتسام. ايوه واحد حاط راسه بالورق لانه خايف اذا طلع على الغير يعني كله يعني شو رايك؟ فاهم علي؟ يفهموها يعني انت شاك في الامر. فاهم علي؟ او يعني تغمزوا مثل هيك، يقعدوا يضحكوا الناس. خلي في درس اصول الشريعه اللي هو اخذه ما حد يرفع راسه من الورق. شيء غريب. وما حد يسال اي سؤال. وهذا الدرس مزعج، هذا مزعج. اصول الشريعه هي من اصعب مواد الشريعه الاسلاميه، الاصول. فاهم علي؟ انا علمتها. ايوه. على فكره باللغه الايطاليه ما موجود الا كتابي. طبعا اكيد. اسال الايطاليين ما اهتموا يضعوا وشو عن ايش هو؟ شو انا ببعث لك اياه المحتوى شنو؟ اصول الشريعه ده ماده منهجيه، منطق القانون. منطق القانون للشريعه الاسلاميه. كل ما تقدر تفهم الشريعه الاسلاميه الا اذا فهمت اصول الشريعه. انا حبعت لك الكتاب بالايطالي. ايوه حلو. اصول الشريعه. اوكي. يعني شو يقابل علم الكلام او شيء؟ ولا مو لا هذا سي لا فيلوزوفي دو دروا بسموه عندي. فلسفة القانون. ايوه. فلسفة القانون بس على الطريقة الإسلامية بطريقة. ايوه صار معلومة. يعني ما هو أصول الشريعة؟ يعني هو يطرح الأسئلة الآتية: مين بيعمل القانون؟ الله. وين موجود القانون؟ بالقرآن وبالسنة وبعض المصادر. وبعدين يطبق على مين؟ الأشخاص المعنيين بالقانون. بعدين ما هو توصيف الأفعال؟ هل مكروه، هل واجب، هل مثل هيك. ايوه اشياء معقده. انا حبعت لك الكتاب لف ودوران من 400 صفحه. هي لهذا متعلق لف ودوران. بس هون. يعني بس هي ماده غريبه عجيبه ابونا. ماده غريبه يعني. اللي فكر هو الشافعي اللي وضع المدرسه هذا. الرساله للشافعي هو اللي عمل اصول الشريعه. هي بالضبط. هو هذا الدرس اللي يدوخ. ايوه هذا اللي يدرس. هذا يدوخ. واصلا ما تفهم الشريعه اذا ما تفهم اصول الشريعه. اكيد. وتعرف في حته عندهم
أصول الشريعة تعلم حتى لطلاب الهندسة ولطلاب الكمبيوتر ولطلاب الطب. كل المواد مجبور تمر في مادة أصول الشريعة. لهذا يكون مبرمج عقلهم، أيوة. ما في إبداع. هو هيك، هو هيك، هذا هيك، هذا هيك، هو قوالب مقولبة حاضرة. أيوة هي مادة. ناقش ولا تستفسر، إنما هاي هيك، ليش هيك انتهى. هي هسه واحد يفهم ليش العقول كثير من هالناس هذول مبرمجة، الشعوب، أيوة مبرمجة جدا، يعني موجهة إلى ديترميناتي ات اونوم، يقول باللاتيني، ماكو يعني محددين إلى شيء واحد، إلى شيء مبرمج. هي مادة البرمجة. بالضبط. مادة البرمجة هاي هو سبب، هاي لازم يطوروها شوية، يبدلوها. وما في أبونا يعني أنا درست قانون في الدول الغربية في سويسرا، ما في مادة غربية توازيها، ما في. لا تقبل أصلا، ما ممكن أن تقبل. يعني هو ممكن، بس يعني ما فيش درس عنده. هو بسموه introduction au droit، مقدمة للقانون، مقدمة شيء آخر. نحن درسنا شوية هذه أنا بعت لك الكتاب، حلو. بعت لي. تفضلوا بالإيطالي ولا بالفرنسي؟ إيطالي. خلاص أنا بعت لك اليوم بعت لك إياه. يا شكرا. وصدر بالفرنسي وبالإنجليزي وبالإيطالي، ب3 لغات. حلو. بعت لي بإيطالي أسهل يكون. وعندي جزء ثاني كان مقدمة للقانون العربي. 2 يساوي 1000 صفحة. واه. كنت علمته في باليرمو. الدرس هذا مشان 48 ساعة درس، 48 ساعة كان عندنا، فاهم علي؟ مشان لا كلها في أسبوع كنا ناخذها. أيوة 8 أيام، كل يوم 6 ساعات. واي. أيوة هلكتهم لأنه ما كان حابين يدفعوا لي سفر كل أسبوعين أجي على باليرمو. قالوا لي تيجي هون تسكن 10 أيام وخلص تعمل والطلاب كلهم معك من الصبح للمساء ومساء للصبح. واو. هذا تعذيب. وآخر سنة كان عندي، علمت في باليرمو، كان عندي 700 طالب في القاعة. ما شاء الله. 700 طالب. ما شاء الله. وكان كل الأساتذة غيورين يغاروا مني. بدل ما يروح يتبعوا دروسهم كلهم يجوا عندي. فاهم علي؟ كلهم كانوا يجوا عندي، والمساكين الأساتذة كل هذا سرق كل الطلاب من عندي. طلابنا. غريب الوضع عندهم، الوضع. يلا أبونا كمل. عندنا الفعل الآخر هاجم. أيوه. وهاجم مو معنى يهاجم، إنما يهدم. هاجم. غم. وبالقديم وبالأرامي غم. الجمل هي ملينة، غم. هاغم. بس بالأشهر العاصر نقول هاجم، هجامة. حتى العرب العراقيين هذه يستعملوها بهالمعنى. يهجم بيتك يعني يخرب بيتك، ينهدم بيتك. يهجم بيتك يعني معناه يخرب بيتك. بالسوري ولا انتم تقولون يخرب بيتك، نحن بالعراقي يهجم بيتك. الله يخرب بيتك. يهجم بيتك، ينهجم بيتك، فيهدم، يخرب، يهدم، هاجم. اوكي. حاضر يستعد. حاضر طارة، يحضر، ممكن حضر بالعربي يحضر، بس يستعد يعني حاضر. حضيرة، هل أنت مستعد؟ أوكي. هامس يتأمل. بالعربي يهمس غير شيء، بس بالهامس يتأمل. حتى هذه ملحمة قلقامش
يسمى هماسة جلجامش. هماسة يعني تأمل جلجامش. هي ملحمة جلجامش اللي على أساس شلون عنها طبعا يريد الخلود، كان يريد يشوف الخلود يخلق. عندي دي ترجمة فرنسية. هي هامس هماس تأمل، يتأمل. هماسة جلجامش هامس همست. أوكي. هابخ يعود، طبعا أيضا هذه آرامية. هابخ يعود باخة، هي نفسه ضائر يرجع، يعني يرجع. عندنا ضائر هي الحديثة، والقديمة كلمة هابخ، وباخة يعني عودة. هارج أيضا هي كلمة قديمة ولكن تستعمل أيضا من جماعات كثيرة. هارج هراجة يتفكر. هرجة دلبة يعني تفكر قلبه، يتفكر في قلبه. هرجة هارج يتفكر. ضابط يضبط، هاي طبعا عربية. ضابط كاتبة هي نخرة نون خاء يعني نخرة يعني غريبة أجنبية. ضابط يضبط. ضبط لي يعني ضبط الشيء، ضبطه مو فقط ضبط بيدي لكن يعني أعمله مضبوط، يعني كما نقول بالعراقي مضبوط ضبط العقال. العقال أو العقال يسموه، يعني هو كان أكثر الأشياء المضبوطة بالعرب، عند العرب كان العقال. فهم يقول يضربون مثل هذا الشيء مضبوط ضبط العقال. أيوه مضبط يضبط. زاون يشتري. زاون يشتري. شوف زاون يشتري، زبن يبيع يستشري. زاون وزبن هذيك رباعي لأنه فتحة تبدأ بفتحة قصيرة زاء، نفس الشكل هو. أيوه زابن. أوكي يشتري. زابر يجرؤ. أبونا بالقرآن شرى معناته باع. واشترى يعني اقتنى لنفسه. اشترى. فبستعمل شرى واشترى. شوف زاون وزبن. ايوه نفس الشيء. زاون وزبن وباع عكسها ابتاع. حلو. نفس الشيء. تمام. شرى اشترى. باع ابتاع. ايوه حلو. انا كنت محتار فيها، يعني لما قعدت اترجم شو شرى شو اشترى. فاهم علي؟ فحتى انتبهت للامر انه اللي شرى يعني لا باع. ايوه ايوه بهذا المعنى. فانا ما اعرفش، لانه احنا بالعربي احنا شرى شيء معناته يعني اشترى عندنا. شرى اشترى. ايوه فرق. فانا علشان ما اغلبش فيهم بالفرنسي كلهم سميتهم ترجمتهم تروكي. تروكي يعني تبادل بضاعة. تروكي. فتروكي يعني انت بتعطي غرض وبتاخذ غرض. ايوه في نفس الوقت فيها بيع وشراء. مقايضة يعني مقايضة علشان ما اغلبش بشرى واشترى، لانه ما تعرفش هو في اوقات يستعمل اشترى واوقات شرى، وما تعرفش هو اشترى ولا باع ولا شرى ولا باع. فانا كنت بدي اريح نفسي. الاثنين تروكي قايضة. فتوى. انت فتوى متعود على فتاوي. هي فتوى. افتت نفسك زين. لانه في آية تقول وشرى نفسه لله مثل هيك. شرى الحياة الدنيا. ايوه فاهم؟ ايوه أو شرى آخرته بدنياه. ايوه
باع دنياه وهذا طبعا وهذا أكبر إثبات أنك أنت مفتي كبير أنت يعني. لا أنا مفتي قدير يعني شو تفكر 29 سنة وبقى مفتي علي. مو شقة يابا مو شقة. زابر يجرؤ، زاد يخاف، زاد صدعة. أيوة. ظالم يظلم، هاي طبعا عربية، ظالم يظلم. زال يفطر، زال زليئة يعني مفطور، شيء فطر، في فطر. هنا زالة هاي مش آخر حرف هي الدال. لا عين زالة. لأنه أنا عين انسبت. لأنه أنا فكرت شوف عين، شوف لام، شوف قريبة يعني لام هيك شوية، هذا بالعين الشكل شوية. أيوة لهيك وقع على الخربطة في القراءة. الدال هذه أيوة. لأنه أنا فكرت زلطة. فاهم علي؟ بلع يعني بلع، فاهم علي؟ فقلت يفطر، هي غريبة. طيب فطر في فطر، لما العظم يكون في فطر، يا فطر أو خشب في فطر. أيوة فطر. زامط، هذه زامط شوية يعني يصمت، يمكن يصمت بالعربي، يسكت، يصمت. زامط، زمط كثيرة مثلا، بس طبعا هي شوية يعني قاسية هي، يعني شتوق، هو يسكت شتوق شاتق، بس لما يقول زمط يعني لا حركة ولا نفس يعني. عادة كما كنا صغار مثلا ما ننام، هذه يقول زمط يعني اصمت تماما، يعني لا حرك ولا تتكلم، لا تحكي لا تقول. احنا ابونا كان 10 ننام بغرفة واحدة على الارض. إيه. وكان منهم شوشرية يعملوا حركات. فكان والدي المرحوم كان عنده عصا طولها 3 امتار. ايوه حاطه بحدها، يعني تصل الى كل الاخير. فهو بوم. حلو. كان عقاب جماعي. كان عقاب جماعي، فكل واحد يقول للثاني اسكت ولا بضربنا كلنا. بالفعل حلو. هي كان هيك، بس كان طول العصا بتاعته 3 امتار. 3 امتار. ايوه ما تحاول، هو بس فوق للحاف يعني ما كنا نحس كثير، بس يعني اسكتوا يا اولاد ما عنده وقت. شوشريه. هيك اطفال. حلو. زامن هي أرامية، زامن يدعو، يعني يدعو إلى عزيمة، إلى شيء، دعوة، مو يدعو ينادي، لا، لكن يدعو إلى العزيمة، زامن. وعندنا كلمة طبعا حديثة أكثر مضبوطة، شايت. احنا نقول بالعربي يعزموا مش يدعو. أو يدعو ردت خلي يعزموا، قلت بلكي ما هي يعزموا يعني يعزموا عزيمة يسوي عزيمة. احنا عندنا نستعملها عزيمة معزومين. لأنه يدعو بفكر إنه بدعو عليه، بدعو عليه بالمسبات. أوكي. لا يدعو أيضا دعوة، مثلا يدعو دعوة. أيوة. يدعوه إلى العزيمة، يدعوه إلى الدرس، يدعو. احنا نقول يدعو عليه يعني أو يدعو عليه يسبه. هاي غير شيء. يلعن امه على ابوه. الله يبعدنا عن هذيك. الله يبعدنا عن اللعنات. ايوه. زامر يغني، زامر مزمور، منها جاي مزمور. يزمر. احنا بالعربي احنا نقول يزمر. يزمر بس عندكم يزمر فقط بالمزمار. ايوه يزمر. لكن زامر هو يغني. فمزامير هي اغاني، اناشيد، نشيد، زمرتها. زمرتها هي نشيد، زمرتها. ايوه احنا يقولوا عندنا بالعربي ما يطلع من دار المطبل مزمر. تقولون هيك؟ زمارة، شوف هاني اسم الفاعل زمارة يعني مغني، نستعملها دائما، زمارة فلان يعني مغني الفلاني.
انتوا تقولوا هذا المثل ما بيطلع من دار المطبل مزمر؟ لا لا. إيه، شفت علي؟ ايه صح، ما عندنا حتى بالعراقي ما سامع انا. ما عندكم ثقافة. مو واصلين بعد هناك، مو واصلين. احنا هاي اللي استعملوها العربي الفصيح، يقول لو كان رب أهل البيت البيت على الدف هذا فما أهل مصيبة أهل البيت البيت رقصوا. هاي استعملوها كثير. احنا اختصروها، ما بيطلع من دار المطبل مزمر. مزمر. يلا اوكي. زائر يصغر، زائر يصغر، زارة، ولهذا سمينا عملية تصغير الاسم زؤارة، هي من هاي جاي، زائر يصغر تصغير يعني زؤارة. أوكي. وهنا بالقرآن وهم صاغرون. ايوه صاغر، وهم يعني مذلون. يا بالضبط. هاي بآية الجزية. صح صح، وهم صاغرون. ايوه هذا يعني صايرين صغار هيك يعني، صغرهم. ايوه صغرهم مثل الصيصان، مثل الصيصان. بالضبط. هم صغرون. هم صاغرون. اوكي. زاقب يصلب، زاقب يصلب، هي بالضبط لو تجي هي يرفع، ولكن لا، يرفع غير شيء يصلب. فسقيبة مثلا مصلوب، سقيبة، سقيبة مصلوب، يصلب زاقب. زاقر، هوني بعد ما هي ما صار الوقت. زاقر يعني ينسج، زاقر ينسج كلمة أخرى مشابه المرادف لينسج، شو هو؟ ينسج، ينسج زاقر، نسيج، صقور، نسيج، زاقر. زارز أيضا، زارز يعني يحضر، يستعد، لا عفوا، يعد، يعد. هلا خلي الضمة راح تتخربط بعدين. يعد لشيء، زارز، زارز يعد. زارع نفس الشيء، عربي يزرع، زارع يزرع، يزرع، زارع، يزرع، زارع. زارق، هي هاي دانخ قلنا، زارق يشرق. يشرك. ايوه زارق، ايوه زارق، ايوه 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 زارق، ليش؟ ايوه خاوط، خاوط بالباء الملينة، خاوط يعني بالضبط عربي يخبط، يخبط. خاوط خابط، يخبط، خاوط. يخبط، يخبط يعني يخبط الأمور، يخلط يعني. خبطه. خاوخ أيضا نفس المعنى، يعني يخلط. خاوخ نخلي أنا ألف راء أحشيلها، يعني أرامية هي، يعني يخلط، ايوه يخلط. خابص يخبص، وهي هاي كلمة حقيقة، يخبص موجود بالعربي. شو بيعني؟ بأي معنى؟ العراقي يستعملوها، العراقي يخبص يعني يزحم، يزحم، يزاحم، يخبص. يزاحم. احنا بنقول بخبص. يخبص. يعني ايه، بيخلط الامور ببعضها. لا، هي خابص، خبصة، خباصة، هي لما زحمة تكون، زحمة المرور، زحمة الناس كثير. يزاحم. ايوه خابص خبيصة، خابص خبيصة. ايوه. مزحوم، مزحم. او بالعربي العراقي بالضبط يستعملوها يزدحم ابونا. كالآشوري، يخبص، خبص، يجوز خبصة. يزدحم. 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 ايوه اظن يزدحم. ايوه ايوه يزدحم بالضبط، يزدحم. خاوش
يحتوي. أها. وش يحتوي؟ أيوه. الأكثر يحوي أصح. يحوي خاوش. خاجل غجالة يخجل، وهي نفس عربية يخجل. أيوه. خادم أيضا عربية يخدم، يعني خادم. خاضر يجول. خاضر. خاضورة جوال. أيوة. فاغابوندو خاضورة. خاور هي حور العين. خاور أيوه. يبيض. خاور. أيوه. يبيض. خاور. خازق يسافر. خازق. خابط يجد. يجتهد. يجد. خاطر. عيد لفظ الكلمة يعني أشهرية. خاطب. خطابها. عفوا لا. لا خابط. هذيك خابط. شو أنا بديت أسحب خارجي. خاطب يعني يخطف بالضبط. يخطف. أيوه. زين قلت لي هذيك خابط، أنا بديت أتشوش. أوكي. خاطر يعني يضرب، لكن يضرب مثلا عندما بكلمة أخرى عربية مثلا أكو مضرب كان يضربون به على السجاد حتى يطلعون الغبار منها أو شيء. أيوه. الأشياء. خاطر هو في كلمة أخرى مو يضرب إنما لا شو اسمه. كمان طرحت عن بالي. يطرق. لا أبونا مش يطرق. شو هي بالإيطالي، مش بالتركية، بجوز هونلنا عليها على الإيطالي. شو اسمه. طابي بالفرنسي أظن. يا طارفيد. طابي عرب. هنا عرب. أيوة. شو طابي. شو طابي أونراب. أيوة. طابي. هنا كتبوا صح يضرب. أيوة هنا يسموه يضرب أو مثل هيك. شوف حتى بالهذه بالقاموس أوجن منا خطر نسأ ضرب شيئا بعصاه بالضبط. ندف القطن ونحوه. أيوة. جلد أيضا تجي. جلد بالعصا. جلد. خاطر. لا يجلد. يجلد بالضبط. يجلد. خاطر بالعصا. العصا لمن عصى. خالو يحلب. يعني خالو. أيوة. أبونا هلا صارت ساعة. خلينا نروح عليه، نهون عليك شوية. أيوة. وأظن إنه يعني تعلمنا كثير، وصادت فعلا أسمع الكلمات الأشورية ومقابلها العربي. يعني جدا يفرح يشوف العلاقة بين اللغتين، وين يختلف وين يجتمع مثل هيك. حلو جدا يعني وصول الكلمات. أول أنا أشكر أبونا شمعون على هذه الحلقة الرائعة، وأشكر جميع المشاهدين، وأرجو إنهم يعني يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلهم الأشرطة القادمة. شكرا لك أيضا. شكرا أبونا، وتصبح على خير. تصبح على خير. شبريخ.